سيبها على الله. اللي بيرمي حموله لربه ربه بيرعاه. هو القادر واللي في ايده يسهل لك حالك ويعينك. افتكره في عز ما تبقى سعيد، وافتكره كمان معقولة البني آدم من غير ربه هيعيش مكسور. هو اللي بيخلق في الضلمة تفاصيل النور. اطلب منه أقل الأشياء واشكره يديلك كيف ما تشاء، وتوكل على رب الدنيا وروح له هترجع راضي ومجبور. أبسط تفاصيل يومك دايما خليها على الله وادعي له. زعلان من حاجة ولو سهلة ارفع له ايديك واجري احكيله. الدعاء بيقرب ويخلي في عمار موصول في جلال الله. من فوض أمره لرب الناس الحاجة اللي طلبها تجيله. السلام عليكم ورحمة الله. حبايب قلبي، ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا من الفيديو الاخير، وحشني كمان تعليقاتكم الحلوة اللي بتفرح قلبي. وشكرا بجد لكل الناس الجميلة اللي نورتني واشتركت معايا في القناة. عايزة اقول لكم بجد نورتوني وفرحتوني قوي بكلامكم الجميل. ان شاء الله النهاردة جايلكم بروتين حلو قوي خفيف كده وبسيط، هنعمل فيه اكلة اقتصادية وكمان حاجة حلوة ان شاء الله هتعجبكم جدا. قبل ما نبدأ الفيديو ما تنسيش تحطي لايك، ولو لسه اول مرة تشوفيني ومش مشتركة معايا في القناة نوريني بقى بالاشتراك من علامة اشتراك تحت الفيديو، كمان فعل الجرس على كلمة الكل علشان ان شاء الله توصلك كل فيديوهاتي. اول حاجه بقى يا اصحابي، صحيت من النوم كده على الساعه 10، وده طبعا على غير عادتي خالص. فبصراحه كنت مقرره النهارده كده ان انا اقوم بدري، ما كانش بقى عندي حاجه للفطار، فعملت فنجان القهوه ده علشان كده يديني طاقه وكمان اعرف اشوف اللي ورايا. اخدت بقى معاه بسكوت بالشوفان، بحب طعمه قوي مع القهوه، بيكون طعمه لذيذ كده وجميل. اخدته بقى ورحت كده قعدت شربته في الريسبشن، وكنت في الوقت ده بقى فتحت الشبابيك والبلكونه علشان كده اجدد الهواء اللي في الشقه وكمان اغير النفس. بعد كده بقى رُحت للغسالة، وحبايبي طبعًا اللي متابعينّي عارفين إن أنا أول حاجة باعملها لمّا باقوم من النوم إني باشغّل الغسالة على طول جنب منّي، على دورة غسيل، بحيث بقى إن يعني لحد ما أخلّص اللي ورايا تكون الغسالة كده خلّصت دورة الغسيل بتاعتها. آخُد بقى الغسيل أنشره على طول. كان عندي هنا بقى كوفرتات أوضة ولادي كده محتاجين يتغسلوا، شغّلت عليهم كده لوحدهم علشان يعني مش باحب أحُط معاهم حاجة علشان لونهم يفضل زي ما هو. وأنتم عارفين إن أنا باحب أحُط المسحوق بتاع الأوتوماتيك جوّه الغسالة. ده بيخلّي الغسيل ينضف معايا أكتر غير ما باحطه في الدرج خالص. كان في متابعة سألتني على الغسالة بتاعتي كام كيلو ونوعها إيه. الغسالة بتاعتي يا بنات نوعها LG و7 كيلو. اللهم بارك، هي تقريبًا عندي بقى لها 8 سنين. الغلطة الوحيدة بس اللي أنا يعني هي مش غلطة، هو أنا ممكن عشان وقتها كانوا ولادي صغيرين وكده فجبتها 7 كيلو، ولكن لو أنتِ بتفكّري تجيبي غسالة أوتوماتيك يُفضّل طبعًا تجيبيها من أول 10 كيلو بقى وأنتِ طالعة، بحيث بقى لمّا ولادِك يكبروا كده ما تحتاريش بقى حيرتي وتفضلي بقى تغسلي كذا دورة غسيل في اليوم وكده. حبيت النهارده بقى أعمل فطار حلو كده ومختلف، بقى لي فترة كبيرة كمان ما عملتش حاجة حلوة خالص. قُلت النهارده بقى كده بما إني صاحية بدري أعمل صينية كيكة كده سريعة لولادي يفطروا بيها، وكمان كده يعني يبقى تغيير شوية عن الفطار المعتاد. جِبت بقى هنا كده 3 بيضات علشان البيض عندي كان صغير، ولكن أنا في العادي باعملها ببيضتين 2 بس، باحب أضرب البيض بقى لوحده كده في الأول زي ما أنتم شايفين، وباحط عليه بقى كيس الفانيليا، وباحب أضربه في الأول ليه؟ علشان هاحط كل المكونات مع بعض في الخلاط مرة واحدة. ده بقى الدقيق اللي هاستخدمه النهارده في الكيك، حبيت كده أوريه لكم، هو حلو أوي. دقيق متعدد الاستخدامات زي ما أنتم شايفينه مكتوب عليه كده المطبخ. بصراحة جربته كتير وعجبني جدًا. هتلاقيه طبعًا عند بتوع مستلزمات الحلويات، الكيلو منه ب23 جنيه، وهو كيلو بالضبط. هاخد بقى منه كده كوبايتين علشان دول بقى اللي هاعمل بيهم الكيك النهارده على قد الصينية اللي هاشتغل فيها. أهم حاجة طبعًا إن لازم أبدأ يعني أنخل الدقيق قبل ما أشتغل في أي حاجة. عايزة أقول لكم يا بنات بجد لمّا تنخلي الدقيق مرة و2 و3 ده بيخلّي الكيكة بتاعتِك كده هشة، وكمان بتكون مرتفعة كده وحجمها حلو أوي، وكمان بتستوي سِوَى مضبوط، يعني مش بتكون مكتومة معاكِ. هابدأ بقى أعاير كوبايتين كده بمَج الشاي العادي جدًا اللي بنشرب فيه الشاي، وطبعًا المَج ده يعني بأي شكل بقى موجود عندنا كلنا في المطبخ بنفس المقاس. عايرت بقى كوبايتين كده وهابدأ بقى أنخلهم كده، وفي نفس الوقت هاحط عليهم رشة صغيرة كده من الملح بالشكل ده، وهاحط معلقة كمان من البيكنج باودر. أنا مش باحط كيس بيكنج باودر خالص لأن ده بيخلّي الكيكة يعني تفتح أوي وكمان بتكون عالية جدًا. هو معلقة واحدة حلوة أوي على مقدار كوبايتين من الدقيق. أنا دايمًا باعملها كده وبتطلع معايا كمان مضبوطة. هاقلب بقى كده أو هانخلهم كويس أوي،
وطبعا لو في وقت كنت نخلتهم مرة واتنين وتلاتة. انا دايما بعمل الكيك بالطريقة دي، وصراحة بيطلع معايا ناجح وجميل، اللهم بارك. هتشوفوا الكيكة هتعجبكم جدا. وبس كده هجيب بقى شفشق الخلاط بتاعي، وهبدأ بقى احط فيه كده كمية البيض كلها. زي ما قلت لكم بقى الكيكه دي كده نقدر نقول عليها كيكه العشر دقايق. انا بحط كل المكونات مع بعض زي ما هتشوفوا معايا، بحيث ان هي ما تاخدش معايا وقت، وكمان سريعه جدا. يعني مش بضرب بقى كل حاجه لوحدها، لا انا بخفق البيض لوحده بالفانيليا طبعا علشان ريحه الزفاره. وبعد كده بقى بحط كل المكونات في الخلاط زي ما انتم شايفين كده. هنزل بقى على الكميه دي بكوبايه الا ربع كده الا شويه صغيرين من الزيت، وكمان كوبايه كده من الحليب. عايزه اقول لكم ان الحليب ده كان رايب عندي، يعني كنت جايبه لبن او حليب وراب مني عشان طبعا الجو حر كده، بس طبعا مش برميه، انا بستخدمه بقى في الكيك وفي الحلويات، بيكون طعمه حلو قوي. هحط كمان معلقه كده من الخل، جربوها في الكيك بجد، يعني بتبقى زي محسن كده بتفرق كتير في طعم الكيك. ضفت كمان كوبايه ونص من السكر، وهحط بقى رشه بسيطه كده من الكربوناتو او بيكربونات الصوديوم. طبعا بتعمل فوران مع الخل، وبتخلي بقى ارتفاع الكيك حلو قوي، كمان بتخلي لونها فاتح للناس بقى اللي بتشتكي ان الكيك بتطلع غامقه منه. حط نقطة معلقة خل ورشة بيكربوناتو أو كربونات الصوديوم، بجد هتفرق كتير. وأيا كان بقى السكر بتاعك أو الزيت غامق هيخلي الكيكة بتاعتك لونها فاتح وحلوة قوي. قبل بقى ما أضرب كل المكونات مع بعض في الخلاط، جبت الصينية اللي هعمل فيها الكيك، وبحب أدهنها دهنة بسيطة كده من السمنة من كل مكان، وكمان هغلفها كده بشوية صغيرين من الدقيق. انا بحب دايما ابدا بالخطوه دي علشان الصينيه بتاعتي تكون يعني متبطنه كويس، واعرف كده يعني اقلب الكيك بكل سهوله. هسيبها بقى كده ترتاح، هي طبعا مجرد ما بتبطنيها وبتسيبيها على جنب بتكون يعني مظبوطه جدا، واستحاله بقى الكيك تلزق منك. يعني دايما ابدأي بخطوه الصينيه قبل اي حاجه. هاخد بقى كل المكونات وهضربهم مع بعض في الخلاط كلهم مع بعض كويس قوي كده. وعايزه اقول لكم يعني ممكن الخطوه دي عادي جدا تعمليها بالمضرب السلك، انا دايما بعملها برضو بالمضرب السلك، وهتديكي نفس النتيجه، ولكن بتاخد وقت شويه. يعني حوالي مثلا 10 دقايق كده تفضلي تقلبي في اتجاه واحد بالمضرب السلك. وبس كده فضلت اضرب فيهم بقى لحد ما عملت معايا الفوم او الفقاقيع اللي على الوش اللي ظاهره معايا دي. كده بقى الكيكه بتاعتي يعني ما شاء الله ان شاء الله يعني هتبقى مضمونه وهتطلع حلوه قوي. هاخد بقى الخليط وافضيه كده في بوله غويطه بالشكل ده، وهبدأ بقى أضيف عليه على الخليط الدقيق. طبعا الدقيق جواه بقى كل المكونات الجافة زي ما ضفناها مع بعض بالظبط، علشان بقى تاخدي نتيجة كمان وارتفاع حلو للكيكة في الوقت ده على طول. وانتي بتحطي الدقيق على الخليط بتشغلي الفرن، يعني ما تشغليش الفرن اول ما تبدأي، لا وانتي بتحطي يعني المكونات بقى على بعضها زي ما انا بعمل كده، روحي بقى شغلي الفرن بتاعك على درجة حرارة 180. هفضل بقى اقلب كل المكونات كلها كده زي ما انتم شايفين، انا بقلب في اتجاه واحد، سواء بقى بقلب يمين او بقلب شمال. انا بقى هنا هشيل المضرب اللي بشتغل بيه، لان هو مش زي المضرب السلك بصراحة، كمان بيجمع الدقيق فيه زي ما انتم شايفين كده. شيلته كده وهجيب بقى المضرب السلك. حسيته كده يعني بيخلط المكونات اسهل واسرع، وكمان بيدي نتيجة حلوة قوي. ما تبالغيش بقى يعني في تقليب الكيك علشان ما تهبطش منك. اول ما تديكي يعني تعملي حرف 8 كده وتلاقيه يعني بيثبت حوالي ثانية، تعرفي ان القوام بتاعك كده مظبوط. طيب لو هي خفيفة معاكي مثلا هتضيفي معلقة دي لحد ما توصلي للقوام ده. هفضيها بقى في الصينية، وزي ما قلنا كنا الصينية بتاعتنا مبطنينها كويس وسايبينها كده على جنب. هنزل بقى بالخليط كله كده، وهجيب بقى المعلقة كده وانزل بقية الخليط، بحيث ان انا اكون نزلت الكمية كلها يبقى المقدار معايا مظبوط. شايفين طريقتها سهلة وبسيطة ازاي؟ هنخبط بقى الصينية بتاعتنا كده علشان نخرج الهواء اللي موجود منها. وبجيب بقى عصاية او اي خلة موجودة عندك او عصاية شيش طاووق. الحركة دي بجد بتخلي الكيكة عالية، وكمان بتطلع كل كمية الهواء اللي موجودة فيها. وبس كده دخلتها بقى يا بنات الفرن على درجة حرارة 180. انا مش بشغل الشواية خالص غير في اخر 10 دقايق. بحطها طبعا في الرف اللي في النص، وبكون مشغلة الفرن زي ما قلت لكم كده اول ما ببتدي اخلط المكونات. المهم بقى في الوقت ده كده قلت ايه يعني، وهي في الفرن اروح بقى اغسل المواعين والحاجات اللي طلعت كده وانا بغسل الكيك، علشان الدنيا كده ما تبقاش مكركبه حواليا. وكمان انتوا عارفين ان انا لسه هعمل غدا، وان شاء الله هنعمل مع بعض غدا حلو قوي هيعجبكم، سهل وبسيط كده وبجد هيعجبكم قوي. تابعوا معايا بس الفيديو للاخر وما تجليش الفيديو، لان فيه تفاصيل كتير هتعجبك جدا. المهم بقى يا بنات انا ما بعرفش خالص اعمل اي حاجه على البوتاجاز غير لما يكون معايا المطبخ نضيف كده، ويكون بقى مرتب حواليا كده وهادي.
ولادي، ببقى كده واقفه مبسوطه ورايقه وبعمل الحاجه بمزاج. زي ما قلت لكم قبل كده، المطبخ عندي او انتوا شايفين ان المطبخ بتاعي برضو صغير، فاي كركبه فيه بقى بتبقى حواليا كده وانا بعمل حاجه، بحس ان انا واقفه متضايقه ومش عارفه اتحرك خالص. فقلت بقى اول باول كده يعني اغسل اي حاجه تطلع، بحيث ان انا يعني لما اعمل حاجه تانية ما اكون يعني ما كركبش على نفسي. انتوا عارفين كمان ان الغدا يعني لسه هيطلع مواعين وكده. لو وصلتي بقى معايا لحد هنا في الفيديو، صلي على النبي في الكومنتات وحطي لايك للفيديو علشان القناة تكبر، وكمان تشجعوني اعمل فيديوهات تانية كتير. ولو وراكي بقى كده حاجة ولسه ما خلصتهاش، قومي يلا كده شغلي التليفون جنب منك وتشجعي معايا، واعملي بقى اي حاجة حلوة لولادك، والله بتفرق قوي، خصوصا بقى كده ان الجو حر وكمان فرهضة جدا ومحدش فينا بصراحة عنده نفس يعمل حاجة. بس طبعًا يعني الولاد ما لهمش ذنب، فعلى قد ما تقدري كده فرّحيهم بأي حاجة، وأهو برضه يعني يعتبر تغيير في الأكل كده، خصوصًا بقى الأكلات اللي بناكلها كل يوم، وكمان الصيف برضه يعني والحر بيكونوا يعني مش مشجعين للأكل خالص، غير الشتا خالص بصراحة. يعني أنا بنحب طبعًا في الشتا كلنا نعمل معجنات وحلويات، والجو كده بيكون مشجع أوي لكل حاجة حلوة. أنا بصراحة من عشاق الشتا. المهم بقى كده غسلت كل المواعين وفرحت جدًا إن أنا خلّصتهم، بحيث بقى إن أنا أبقى واقفة كده زي ما قُلت لكم ما وراييش أي حاجة. وكمان نضفت الحوض ولمعت كده الرخامة حواليا، وكنت بقى في الوقت ده بتابع الكيك كده كل شويه. عايزه اقول لكم بجد وانا واقفه كده بغسل مواعين، كانت اللهم بارك ريحتها كانت طالعه حلوه قوي، ويعني عامله برضو يعني جو حلوه كده. ريحه الكيك يا جماعه بجد يعني سواء بقى صيف او شتاء بتفرق بجد وبتبقى حلوه وكلنا بنحبها. بس للاسف بقى سرحت عنها كده وشغلت الشوايه كده وعليتها من غير ما اخد بالي ان النار عليت معايا، علشان كده فتحت معايا من الوش، وده طبعا بيكون من النار العاليه. بس انا اختبرتها زي ما انتم شايفين اللهم بارك مستويه وطريه وحلوه قوي. وطبعا علشان كنت مبطنه الصينيه كويس وركنتها زي ما قلت لكم، اللهم بارك هتتقلب معايا بكل سهوله. يا دوب بقى هي خبطه بسيطه كده وهتنزل معايا بقى بدون ما تقطع او تفرول او يجرى لها اي حاجه. اللهم بارك، شايفين الصينيه بتخرج معايا بمنتهى السهوله. بجد الطريقة دي حلوة قوي قوي، يعني اتمنى بجد تجربوها. سواها مظبوط وطعمها حلو وطرية وهشة وكل حاجة فيها جميلة، يعني مظبوطة. عايزة بس اقول لكم ان انا ما قلبتهاش على طول، لا انا سبتها كده حوالي 10 دقايق، بحيث كده ان يعني السخونية اللي فيها تهدى خالص، لان طبعا لو قلبتها وهي سخنة على طول ممكن تتقطع معايا وتلزق في الصينية. لازم تسيبيها كده حوالي 10 دقايق. المهم بقى كده يعني سيحت حتة شوكولاتة على بخار ميه زي ما انتم شايفين كده، وزينتها بيها على الوش علشان خاطر ولادي برضو يعني كانوا بيحبوها بالشوكولاته وطلبوها مني بشوكولاته. يعني هو بصراحه في منهم اللي عايزها بشوكولاته وفي اللي عايزها ساده، فقلت كده يعني ارضي جميع الاطراف بحيث ان هي تكون من جوه ساده وعلى الوش شوكولاته. المهم بقى قطعتها كده شرايح صغيرة، بس تقريبا كده الكاميرا في الوقت ده كانت فاصلة مني وما اخدتش بالي خالص. عايزة اقول لكم بجد هشة قوي وطعمها حلو وبسيطة كده وجميلة. قطعتها كده زي قطعة توست، وبحيث كده ان القطعة تكون يعني خفيفة كده وسهلة اللي يمسكها. شايفين قد ايه هشة وحلوة؟ ان شاء الله هتجربوا الطريقة دي وانا واثقة ومتأكدة انها تعجبكم قوي. المهم بقى قدمتها كده في طبق، وفي الوقت ده بقى كنت يعني مشغله حاطه البراد على النار، على شاي بلبن، بحيث ان يعني حاجه كده جنب منها تكون طعمها حلو معاه. احنا بنحب الكيك دايما بالشاي بلبن. وبس كده بقى. عايزه اقول لكم ان فطارنا النهارده كان يعني سهل وخفيف ولذيذ. وعايزه اقول لكم يعني الكيكه دي والله ما اخدتش معايا وقت خالص، يا دوب وقت الفرن وخلاص. هي قعدت في الفرن للبنات اللي مش بتعرف تظبط الوقت بتاعها، قعدت معايا بالظبط تلت ساعه. وبس كده خلصنا بقى الفطار بتاعنا، وقلت بقى كده اروح انشر الغسيل قبل ما ادخل بقى اعمل الغدا، بحيث بقى ان ما يكونش ورايا حاجه، علشان طبعا لسه عندي غسيل تاني في السبت. ان شاء الله كده على اخر اليوم يكونوا دولت نشفوا. مش اخر اليوم ولا حاجه، هم ممكن مثلا عشان الشمس زي ما انتم شايفين يعني كانت موجوده وحلوه، ممكن يقعدوا معايا مثلا ساعه بالكتير واشيلهم واحط الغسيل التاني على طول بدلهم. يعني عايزه اقولك ان انت مش عشان مثلا بتطبخي يبقى لا هو الطبيخ بس، وتخلصي الطبيخ تبداي تعملي شغل البيت. لا، اعملي كذا حاجه مع بعض في نفس الوقت، صدقيني هتنجزي كده وهيكون في اليوم بتاعك بركه. وطبعا البركه في البكور. انا عشان صحيت النهارده اللهم بارك بدري، واتمنى طبعا ان انا اقوم بدري على طول، عملت حاجات كتير زي ما انتم شايفين. تعالوا بقى هنروح المطبخ ونعمل غدا حلو قوي وهيعجبكم. هعمل ايه؟ هعمل معاكم وصفه سهله وجميله وكمان اقتصاديه، وفي نفس الوقت فيها كل حاجه يعني مغذيه قوي. اول حاجه حطيت ميه على النار، واول ما غليت معايا كده نزلت بشويه ملح على طول. انا مش بحط زيت يا بنات، انا بحط ملح بس. حطيت بقى المكرونه علشان اسلقها. زي ما انتم شايفين انا هستخدم النهارده مكرونه خواتم.
طبعا كلنا عارفين المكرونه الخواتم، يعني مش الصغيره قوي، لا اللي بتكون وسط كده. هسويها بقى 3/4 سوا، مش عايزاها تستوي سوا جامد. انا يا دوب 3/4 سوا بالظبط، بحيث ان هي تكون يعني زي ما انتم شايفين مفرفره معايا كده، ما تكونش معجنه. ليه؟ لان انا لسه هسويها طبعا في جوه الفرن. تمام. جبت بقى صينيه كبيره وحطيت فيها كده شويه زيت، وكمان كده حته زبده. الزبده الفيرنيا بنات اللي جبتها معاكم في الفيديو اللي فات. عايزه اقول لكم انا بحب اطبخ بيها قوي، بتدي طعم جميل قوي ولذيذ للاكل. يعني عايزه انصح اي حد لسه ما جربش الزبده الفيرن، بجد خفيفه وتعتبر كده يعني بالنسبه للاسعار التانية معقوله شويه. مجرد بقى ما يسخنوا معايا كده والزبده تسيح، هنزل بقى كده ببطاطسايه كده مقطعاها قطع صغيره بالشكل ده. بطاطساية واحدة كده بس تكون كبيرة، يعني ما تكونش صغيرة قوي، بحيث برضو ان هي هتعمل معانا كمية. وطبعا يعني اول ما هتاخد لون كده وهتستوي طبعا حجمها بيقل، فحطي بطاطساية كبيرة. المهم بقى اول ما ريحتها تطلع كده، انا مش بديها لون، لا هي مجرد بس ما تدبل وريحتها بتطلع، هنزل على طول بقى هركنها كده الاول على جنب. وهنا بقى هنزل بصدر الفرخة اللي كنا مفرزينه مع بعض، وقلت لكم يومها هنعمل منه اكلة حلوة قوي وهتعجبكم. بصوا انا مش هقلب بقى قطع الفراخ خالص، علشان طبعا يعني ما تنشفش معايا وتنزل ميه، لا انا هسيبها كده. اول ما تاخد لون من تحت هبدأ بقى اقلبها على طول. بس انا هنا بحب بقى ايه، يعني اتبل البصله الاول. حطيت كده معلقه فلفل اسود وشويه كده توابل، وكمان ربع معلقه قرفه صغيره. لما بتبل بصراحه البصله بتنكه الاكله معايا وبتخلي طعمها حلو قوي، غير بقى ما بضيف التوابل في النص. هقلب بقى التوابل كده مع البصلة، وفي الوقت ده بقى كانت الفراخ بتاعتي كده اخدت لون من تحت، خلاص بقلبها كده على طول علشان ما تنشفش معايا وكمان تفضل طرية من جوه كده. كل ده طبعا على نار هادية، انا مش بعلي زي ما قلت لكم قبل كده، مش بعلي النار خالص على الاكل لما بتعمليه على نار هادية بيطلع معاكي طعمه احلى، وكمان نكهته بتبقى مظبوطة كده وليه نفس يعني بيبقى حلو بصراحة. بصوا بقى في الوقت ده كنت يعني محضرة فلفل كده ألوان وواحدة كده أخضر. هقطعهم بقى كده مكعبات صغيرة، وهنزل عليهم على طول بيهم على طول كده على قطع الفراخ مع البصل. أول حاجة زي ما انتم شايفين كده هيزود معايا الكمية، وفي نفس الوقت كمان هيخلي الوصفة بتاعتي كلها عناصر كده مغذية. طبعا كمان يعني لو عندك أطفال الوصفة دي بجد حلوة جدا، تعتبر كده فيها كل العناصر. هقلبهم بقى مع بعض كده، وهبدأ بقى أملحهم وأحط شوية ملح صغيرين كده. طبعا يعني على حسب رغبتك، انا هحط شويه كمان. وهسيبهم بقى على نار، يعني نار هاديه زي ما قلت لكم، لحد بقى ما يستووا خالص. يا دوب 5 دقايق كمان وهيبقوا جاهزين معايا. جبت بقى حله تانية كده على النار، وحطيت برضو فيها شويه زيت، بس المره دي بقى كترت شويه. وهحط برضو كده ايه كام مكعب من الزبده، يعني مش مكعب واحد، لا انا هكتر علشان انتوا عارفين يعني ان البشاميل بيكون مظبوط لما بيكون فيه زيت او زبده وسمنه كتير. هنزل عليهم بقى ب6 معالق كده من الدقيق بعد ما يسيحوا معايا كده على طول. دولت كده حوالي 6 معالق. هفضل بقى اقلب فيهم كويس قوي لحد ما اتاكد بقى ان كل الرطوبه اللي موجوده في الدقيق خرجت منه. عايزه اقول لكم لو ما قلبتيش بقى الدقيق في الوقت ده ونزلتي بقى واستعجلتي سواء بقى بالحليب او الشوربه بتاعتك، ده بقى اللي بيخلي طعم البشاميل كله دقيق. لا انت سوي الدقيق بتاعك في السمنه او الزبده او الزيت على نار هاديه خالص، وسويه كده ما تستعجليش خالص، حوالي كده 5 دقايق مثلا 7 دقايق، لحد ما خلاص تحسي بقى ان ما فيهوش اي رطوبه. كده خلاص جاهز معايا. نزلت بقى كده بكيلو من الحليب وهقلبهم كويس قوي بالشكل ده. وانا بقى بحب اعمل البشاميل بصراحة بالحليب مع الشوربة، مش بحب حليب بس، لا هو بصراحة طعم الشوربة يعني مع الحليب بيخلي البشاميل حلو جدا، طعمه بيكون احلى بصراحة. هضيف عليهم كده حوالي 3 كوبايات من الشوربة بالشكل ده. لو ما عندكيش شوربة طبعا تقدري تحطي مرقة، مفيش اي مشكلة. المهم بقى ضفت بقى شوية كده من الفلفل الاسود، وكمان هحط معلقة ملح، وهحط كمان مرقة دجاج. عايزة اقولك بشتريها من العطار المرقة دي، يعني اللي هي بشتريها كده بتكون سايبة كده، يعني صحية شوية بصراحة عن اللي بنشتريها من السوبر ماركت. هحط كده معلقة حلوة، بصراحة بتدي طعم حلو قوي قوي للبشاميل وبتخلي طعمه كده جميل.
بس كده مش هكتر، هي معلقة واحدة وخلاص. هقلب بقى البشاميل على نار هادية زي ما اتفقنا، طبعا علشان كمان ما يلزقش معاكي. هفضل بقى اقلب فيه كده، ولو عندك فلفل ابيض وعايزة تحطي بدل الاسود مفيش مشكلة، بس هو بصراحة يعني مش هيبان خالص. اول ما يبقى قوامه بقى كده زي المهلبية، زي ما هتشوفوا معايا كده، شايفين بيتقل معايا خالص ازاي؟ طبعا انا مهديه النار، وخلاص كده هو جاهز معايا. قوامه كده بيكون كريمي كده وزي المهلبية. ما ضفناش بقى ولا اسمها ايه، ولا جبنة كيري ولا موتزاريلا ولا اي حاجة، هو البشاميل بالطريقة دي حلو قوي وبسيط كده وخفيف. باخد بقى شوية كده على المكرونة واقلبهم كويس قوي، علشان كل حبات المكرونة كده تبقى واخدة من طعم البشاميل. يعني ما تحطيش المكرونة في الصينية وتحطي على الوش من فوق، ده هيخلي طعم المكرونة معاكي مش واضح، يعني هتحس ان الطبقة اللي فوق بس هي اللي شاربة بشاميل، ولكن المكرونة هتكون سادة مفيش فيها اي فرق عن المكرونة العادية. جبت هنا بقى البايركس اللي هحط فيه، وحطيت برضو كده شوية من البشاميل، وهنزل بقى بشوية كده صغيرين من المكرونة. مش بكتر انا في ارضية الصينية عشان ما تكونش كده القطعة معايا يعني تقيلة ومكتومة، لا انا بحط كده شوية صغيرين، وبحط بقى الباقي على الوش الصينية من فوق. ببدأ بقى اساوي كده بحيث يعني ما يكونش جنب عالي وجنب واطي، وبعدين بحط بقى الحشوة الجميلة اللي احنا عملناها مع بعض كده في النص. عايزة اقول لكم بجد طعمها وريحتها حلوين قوي. ممكن كمان الحشوة دي تعمليها بفراخ مسلوقة، لو في فراخ مثلا بايتة عندك ومش عارفة تعملي بيها ايه، ممكن تقطعيها برضو قطع صغيرة وتحطي عليها برضو البصلة والفلفل ونفس المكونات، هتديكي برضو نتيجة حلوة قوي، في نفس الوقت اقتصادية وغير مكلفة، ولكن بتدي بصراحة يعني أكلة حلوة قوي. جربوها إن شاء الله هتعجبكم. المهم أخدت برضو كبشة كده من البشاميل وحطيتها كده على وش الحشوة، بحيث كده بقى ان طعم المكرونة مع الحشوة مع البشاميل تكون سايحة في بعضها كده، وتكون يعني ايه، شبيهة باللي بناكلها في المطاعم. وبس كده هبدأ بقى اوزع بقية كمية المكرونة. طبعا ممكن تعمليها بمكرونة اقلام، ولكن انا بصراحة حبيت يعني اغير في شكلها كده واعملها بخواتم، بحيث برضو يعني ان ولادي يحسوا باختلاف، وكمان يعني حاجة مختلفة كده وجديدة، وفي نفس الوقت طعمها بجد حلو قوي. هنزل بقى ببقية البشاميل بتاعي على الوش كده، وهبدأ بقى اسويه من كل مكان. مش هسيب طبعا اي شوية بشاميل، لان دولت بقى اللي بيخلوا الوش بتاعنا يعني مظبوط كده وجميل. بسباتيولا بقى كده او بمعلقة سويت الوش بالشكل ده. شايفين بقى البشاميل جوسي وكريمي ازاي؟ عايزة اقول لكم بجد يعني يتاكل كده من قبل ما تدخل الفرن. المهم بقى كنت مشغلة الفرن على درجة حرارة 200، يعني على اعلى حاجة، وحطيتها بقى في الرف اللي في النص، وشغلت عليها الشواية كده في اخر 10 دقايق. زي ما انتم شايفين انا حطاها كده في الرف اللي في النص، هي اخدت معايا تقريبا ساعة بالظبط. اول ما حسيت بقى خلاص ان هي بدأت خلاص دخلت في السوا، شغلت عليها الشواية كده لحد ما وصلت للون القمر ده. شايفين بقى اللهم بارك اخدت لون حلو ازاي، وكانت طعمها وريحتها بجد رهيبة. من غير بقى ما نضيف بيض ولا جبنة ولا اي اضافات. انا بصراحة يا جماعة مش بحب احط للبشاميل بيض خالص. ايا كان بقى هتضيفي له فلفل او اي حاجه تضيع زفاره البيض، لا هتفضل برضو زفره معاكي. انت بس سويها كده سوا مظبوط، وظبطي البشاميل بتاعك زي ما شفتوني عملتها، وبطريقه اقتصاديه وسهله وما كلفتهاش اي حاجه، وفي نفس الوقت طالعه اللهم بارك لونها قمر زي ما انتم شايفين كده. قطعيها بقى، قطعتها بقى زي ما انتم شايفين كده، كانت طرية وسايحة خالص. طبعا لو انتوا بتحبوها بقى قطع سليمة، هتغطي عليها كده وتسيبيها حوالي نص ساعة تهدى معاكي، بعد كده تقطعيها. بس احنا بصراحة بنحبها طرية وسايحة كده. المهم قطعتها كده اللهم بارك، عملت معايا يعني كمية حلوة تغدينا وشبعنا وفضل معانا كمان. بس كده قدمت معاها بقى حاجة ساقعة. كنت بصراحة الأول بعمل معاها بانيه، ولكن بصراحة دلوقتي يعني بناكلها كده مع مخلل بقى، شيبسي، بطاطس محمرة، المهم الحاجة الساقعة تكون موجودة. ده بقى كان الغدا بتاعنا النهاردة، جربوها وإن شاء الله هتعجبكم جدا جدا. غدا جميل ولذيذ، وفي نفس الوقت يعني بدون أي تكاليف. وبس كده غسلت بقى المواعين، بس ما حبيتش أطول عليكم أكتر من كده. وده كان بقى الروتين بتاعي النهاردة، يا رب أكون أفدتكم ولو بحاجة بسيطة خالص. ما تنسوش بقى تشجعوني بلايك علشان الفيديو يروح لناس تانية كتير، والقناة كده تكبر، وكمان تشتركوا في القناة. وما تنسوش بقى تعليقاتكم وكلامكم اللي بيفرحني ويشجعني أعمل فيديوهات تانية كتير. أشوفكم على خير في فيديوهات جاية إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.